ماشي، النهاردة هنتكلم شوية عن ازاي انا اتعلمت العربي. وكان في ناس يسأل نفسهم ازاي الراجل ده امريكي بقى شاطر بالعامية مصري. سؤال حلو. اولا اللغة العربية كان لغة ان انا حاولت اتعلمه ممكن 4 مرات في حياتي واستسلمت كل مرة. انا حاولت اتعلمه وانا كان عندي 17 سنة، كملت ممكن شهرين كده وخلصت. يعني انا قلت اللغة دي صعبة جدا وانا ابدا هتعلمه، فخلاص. انا برضو كان عندي اصحابي اللي كانوا بيقولوا لي انت ابدا هتقدر تتعلمه. ف انا اخدت الكلام ده بجد وخلوني افكر ان انا مش هتعلمه. آه، بس لما جات العام 2020 وحصل كل ده في العالم كله، انا قلت عندي وقت فاضي، هحاول تاني، هكمل الدراسة العربي وهنشوف الدنيا ماشية ازاي. اول ما ضيعت شغلي انا كنت بدور اونلاين، كنت بدور على معلم، فجبت واحد وهو ما كانش عربي على فكرة، هو كان بريطاني بس هو تعلم عربي في الجامعة عشان هو كان مسلم. عجبني النقطة دي عشان هو كان يفهم يتعلم العربي من ناحية الأجانب، فهو علمني الفصحى. فأنا عملت الكورس ده معهم ممكن 5 شهور كده. أنا كنت عارف إن أنا لازم أختار العامية. يعني لو أنا عايز أتكلم مع الناس لازم تختار العامية. عندك مصري، عندك خليجي، عندك شامي، عندك مغربي، ففي كتير. فعلى حسب الهدف بتاعتك ايه اللي ممكن بيخليك ان انت تختار العربي المناسب ليك. فانا كنت عارف ان انا عايز اتكلم مع ناس كتير، فدورت وبحثت وشفت اونلاين. يعني كنا قريت في الحاجة اونلاين اللي كانوا بتقول انه العامية مصري الاكتر عربي مفهوم في كل وطن العربي. اختيرت مصري عشان اتعلم المصري. كنت بتفرج كتير حاجتين، بكار ومنى شاذلي. كنت بتفرج بكار ليه؟ كنت بتفرج كتار كتير عشان انا كنت بفضل الحاجات بتاع الاطفال. عشان لو انت بتفرج حاجة بتاع الاطفال بيستخدموا كلام واضح وبيستخدموا كلام براحة جدا. فكنت بتفرج بكار حتى لو بيستخدموا مصري من لهجة من اسوان، عادي كان مصري وبيستخدموا كلام مصري. فكنت بفرجه دي على طول. وكنت بفرج برضو منى الشاذلي عشان انا بفضل الكلام مستمر. فكنت بفرج كتير منى الشاذلي وحاجات تاني زي حديثة، عشان في حديثة انت ممكن تسمع كلام على طول. الافلام كويسة برضو بس انا بالنسبة لي الحديثة احسن. فكنت بتفرج كتير منى الشاذلي دي يعني هي على بقني مصري كتير وهي مش عارفة خالص. يعني هي ما عندهاش فكرة، بس اتعلمت عربي بكتير من الحديث بتاعها. بعد كده عشان امارس الكلام عملت اصحاب كتير في الاونلاين. نزلت ابلكيشن اسمه هالو توك، يجيب لك ناس من اللغة اللي انت عايز تتعلمه. كنت بجيب ناس من السعودية، من سوريا، بس صاحبت ناس كتير من الابلكيشن ده. عرفت ناس من مصر ومارست الكلام كتير. الاكتر حاجة اللي ساعدني اتعلم المصري انا نقلت مصر لسنتين. انا قدمت الجامعة امريكية عشان اعمله الماجستير هناك، كنت مقبول ورحت هناك، عايش هناك سنتين. في الفترة دي أنا كنت بستخدم العربي كل يوم، خصوصا عشان أنا كنت عايش في الحتة الشعبي خالص. الحتة دي يعني أنت محتاج تعرف عربي عشان تعيش كويس. كنت اسمه إيه، أجتهد كتير، كنت بدزهل مجهود كتير عشان أتعلم العربي. وأنا أصلا شخص بتاع الشارع، بحب قوي اخرج، انا بحب قوي اصاحب ناس جديده. فالشخصيه برضو بتاعتي ساعدتني برضو في المشروع دي. فعملت كل ده، عشت هناك سنتين، ودلوقتي انت شايف الريزلتس بتاع كل ده. عشان كده بقى شاطر بالعربي. برضه هيبقى الناس اللي بتقول انه هو مش بيتكلم عربي كويس، مش بيتكلم عربي بطلاقه. لا 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 لا، انا بالنسبه لي دي مش حاجه مهمه. انا اتعلمته، انت فاهمني، انا فاهمك،
حتى لو انا مش سماك والدنيا حلوه، بس عشان تبقى عارف المشروع دي ما كانش سهل خالص. العربي نفسه لغه صعبه جدا ومقعده، وبياخد وقت كتير وبياخد مجهود كتير عشان ممكن حد يوصل لمستوى مرتاح اللي بيخليه يتكلم مع الناس. فأنا الحمد لله وصلت لحد الطلاقة. بالنسبة لي بالنسبة لي هو كده